بسم الله والابن والروح القدس الاله واحد امين. انا عاوزكم تتعرفوا على الست العذراء، لان الست العذراء امنا دي حنينه جدا جدا، طيبه خالص. يعني طلع ليسوع. في واحد اسمه فؤاد انيس الخوري، وده كان بيشتغل سفير لبنان في البرازيل، وحكى القصه دي. بيقول في اثناء ده حكاها على القنوات الفضائيه، يعني مش حكاها في السر يعني. فقال كان في قسيس بروتستانتي اسمه فون هيلدر، لما راح البرازيل الناس كانت بتسمع له، فقعد يحط كل غضبه على الايقونات وخلاها حرب بين الناس، والناس اتقسمت نصين، ان الارثوذكس والكاثوليك دول بيؤمنوا باي كلام، وكان بيتعامل مع الايقونات بطريقه فظيعه، بيكره الايقونات جدا، لدرجه انه في مره كان قدامه صوره العذراء، ايقونه العذراء، راح ضاربها برجله اليمين وقعد يقول الكلام الفارغ ده وكده. الايقونه دي بالذات كانت معروفه في البرازيل باسم ابارابسيدا، اللي هي الشفيعه المؤتمنه، وهي ليها وش العذراء كده بس سودة، وهم عاملينها. تعرفين حتى افريقيا بتعمل صور القديسين وصور يسوع كده لون الجلد اسود، لانهم بيقربوهم، لان يسوع والقديسين بيبقوا قريبين من الناس، فهم بيعتبروا انهم شكلهم وزيهم يعني. فطبعا لما عمل كده خلى فيه كميه سخط وغضب واحتجاج على اللي عمله ده كله، مش مهم. بس هو بعد ما عمل كده على طول شعر ان رجله اليمين بيتألم فيها بشده، فيها ألم شديد. فراح عمل راح امريكا بسرعه، ما هو امريكاني، وقعد يتعالج في مستشفى. وكان طول اقامته في المستشفى دي كان في ممرضه جميله جدا جدا سودة، بتيجي كل يوم بالليل تطمن عليه وتمرضه وتديله كل اللي هو عاوزه، وكانت وديعه جدا لدرجه انه هو حبها قوي وارتبط بيها خالص، لغايه بعد فتره طويله قدر ربنا شفاه وبقى كويس. فلما شوفي حب يعمل، وهو مشهور طبعا، فون هيلدر ده كان مشهور قوي كواعظ، قال يعني هيعمل حفله لكل المستشفى ويشكرهم ويديهم هدايا. فبعد ما جمعهم كلهم سأل الاطباء ومدير المستشفى امال فين المضيف النيرس اللي كان بتجيلي بالليل، الممرضه اللي بتجيلي بالليل السمراء الوديعه الجميله دي، انا مش عارف ايه اللي خلاها ما تجيش في وسطيكوا يعني. فمدير المستشفى قال له احنا ممنوع الممرضات يخشوا عند الناس بالليل ولا يقعدوا معاهم، الى جانب ان احنا ما عندناش اصلا ممرضه يعني سودة او سمراء يعني. وهو بيقول له كده افتكر القسيس ده، افتكر صوره العذراء ووش العذراء الجميلة، الأيقونة اللي بتاعة البرازيل، هي دي اللي ضربها برجله، ومن ساعتها عي، وجت هي بنفسها تمرضه طول فترة مرضه. فابتدى يبكي قدام كل الناس وكان متألم جدا. والسفير فؤاد ده بيكمل الحكاية ويقول في اليوم التالي رجع القس إلى البرازيل، وهناك أعلن ندمه جهارا قدام كل الناس، واعتذر عن كل اللي عمله وأعلن توبة، والحقيقة ترك عقيدة البروتستانتية تماما ومشي يجوب العالم كله ويحكي قصته في كل مكان، ويحث المؤمنين على تكريم العذراء أم يسوع المسيح إلهنا، ويقول لهم يا جماعة لازم نتشفع بيها ونكرمها. الراجل ده يعني كل الحاجات اللي عملها متسجلة ومعروفة، والسفير اللي أنا اتكلمت عليه ده موجود، والعذراء شفيعة البرازيل موجودة ايقونتها. فاحنا بنقول حاجات واقعية مش حاجات خيالية. أنا عارف إن الدنيا كلها بقى دلوقتي محدش يؤمن من غير ما يشوف، وأنا عارف إن الإيمان راح، لكن حبايبي اوعى تنسوا القديسين معانا وفي وسطينا، والملائكة حوالينا،
والست العذراء الأم الحنونة دي حتى لو كنت انت غلطت فيها في يوم من الأيام ما يهمكش، ارجع لها تاني وقول لها I'm sorry، قول لها أنا آسف، أنا غلطت في حقك. العذراء هتسامحك. وانت لما تطلع فوق هتلاقي مين؟ هتلاقي القديسين. هتطلع فوق تلاقي الست العذراء تقول لها أنا كنت بشتم فيك طول حياتي. هتقول لها كده؟ هتقول لها أصلا أنا كنت أؤمن إن أنت كنت علبة خدنا منها الجوهرة رمينا العلبة؟ هتقول لها كده؟ يعني إذا كنت أنت بتكرم والدتك أمك اللي ولدتك، مش هتكرم أم يسوع؟ أم يسوع، أم الإله بتاعي وبتاعك؟ رجع نفسك تاني، هتلاقي نفسك هتعتذر وتقول لها سوري. وإذا كنت أنت فعلا قفتي وبتحب قوي الست العذراء، كمل صداقة معها لأنها مش هتسيبك، هي أم حنونة. لإلهنا كل مجد وكرامة.